ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض صينيه قرنبيط في الفرن، سهله جدا جدا ولذيذه جدا جدا ومش هتاخد وقت. المكونات كلها متوفره في البيت، اكله موفره واقتصاديه ومن غير قلي. انا من ساعه ما جربت الوصفه دي وانا اعتمدتها وبطلت اعمل قرنبيط مقلي خالص. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. معاكم ساره عبد العاطي، ويلا بينا ندخل على الوصفه. اول حاجه انا جايبه زهره قرنبيط وزنها حوالي كيلو، قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين بالحجم ده. وبعدين هجيب ميه سخنه بتغلي، هحط عليها رشه ملح ورشه كمون وهنزل بالقرنبيط بتاعي لحد ما يتسلق. عايزه يكون مقرمش سنه صغيره، ما يتهريش خالص عشان احس بطعمه في الصينيه اللي انا هعملها للقرنبيط. هحطه يستوي على النار زي ما اتفقنا. وهجيب بقى المكونات. عندي هنا 4 حبات من البيض، ممكن يبقوا 3. عندي هنا كوبايه من الدقيق. عندي هنا نص كوبايه من الخضره، شبت وبقدونس وكزبره. معلقتين كبار من النشا، ده هيدي قرمشه شويه للقرنبيط. عندي هنا كمان معلقه كبيره من الثوم. عندي هنا بقى البهارات بتاعتي، عندي 7 بهارات وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسود وبابريكا وملح. ممكن كمان نحط شطه لو بنحبها سبايسي. هجيب هنا البوله بتاعتي، هنزل فيها اول حاجه بالبيض، البهارات بتاعتي كلها، وهقلب كويس جدا كله يمتزج حلو جدا مع بعض. هنزل بالثوم، الخضره بتاعتي، وهقلب برضو. حطيت هنا ربع كوبايه من الميه وكوبايه الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، وهنا معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. هقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين القوام حسيته تخين شويه، فيه هزود ربع كوبايه كمان من الميه. ممكن نزود بيضه، يعني ممكن لو حسيت ان لو انا عندي بيض ممكن احط كمان بيضه كمان زياده، بس انا قلت عشان الاكله تبقى اقتصاديه يعني ممكن نزود ميه وهيبقى طعمها جميل جدا برضه. جبت بقى القرنبيط بتاعي بعد ما استوى، صفيته كويس جدا وحطيت عليه الخلطه بتاعتي دي، وهبدا اقلبه كويس جدا جدا مع بعض. كل المكونات تمتزج كويس مع بعض. وهحاول القطعه الكبيره بتاعه القرنبيط اقطعها بالمعلقه كده وانا بقلب علشان كله يبقى سوا واحد لما انزله في الصينيه بتاعه الفرن. هنا الصينيه بتاعتي جبتها ودهنتها زيت ومشغله الفرن على درجه حراره 180. قبل ما ادخل الصينيه تكون الفرن سخنه. تاخد راحتها في السوا يا جماعه، ممكن تاخد حوالي نص ساعه تستوي كويس جدا. وهقولك تتاكدوا ازاي انها استوت. هدخلها على الفرن. اول ما دخلت الخله كده جواها وطلعت كده ما فيهاش اي عجين كده يبقى هي استوت. زي ما انتم شايفين بقى همسك حته زبده صغيره وهبدا ادهن بيها وش الصينيه عشان تدينا اللون التحفه ده. ممكن ادهنها بزيت كمان لو مش حابين، بس الزبده بتديها طعم لذيذ جدا جدا. شكلها حلو جدا ومشهي وسهله، زي ما انتم شايفين سهله جدا جدا وطعمها لذيذ جدا. مفيش فرق ما بينها وما بين المقليه اطلاقا، غير كمان ان دي هيلسي اكتر. لان طبعا عارفين ان الاكل المقلي مليان زيوت مهدرجه ومش صحي خالص، انما بالطريقه ديت وفرنا كميه الزيت. الزيت غالي جدا الايام دي، وكمان عملناها بطريقه سهله وسريعه وصحيه. هتعجبكم جدا انا متاكده ان شاء الله. نطلع بقى قطعه كده نشوف السوا من جوه. طلعت معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا ومشهي بصراحة، وكمان طعمها حلو جدا جدا. متأكدة انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. ويلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. هنتكلم النهارده في معلومه ظريفه عن القرنبيط. القرنبيط في منه الوان مختلفه زي البرتقاني والبنفسجي والاخضر. اكثرهم شيوعا طبعا يا جماعه اللون الابيض، وكلهم نفس الطعم، مفيش اي فرق في الطعم. يعتبر القرنبيط من الخضروات الغير النشويه اللي هي لا تسبب ارتفاع في سكر الدم بعد تناولها، يعني لو جلايسيميك اندكس. وانا بسوي القرنبيط الريحه النفاذه اللي بتطلع منه دي بيكون سببها ان القرنبيط بيحتوي على ماده كيميائيه بتحتوي على الكبريت. المواد دي ليها دور مهم جدا جدا في الحمايه من عده اشكال من السرطان. عندي كمان القرنبيط مصدر مهم جدا جدا لمضادات الاكسده. مضادات الاكسده ليها دور في اصلاح الخلايا، وفي كمان حمايتها من الالتهابات، وبرضه حمايتها من الكانسر. عندي كمان القرنبيط يحتوي على كميه كبيره جدا جدا من الالياف، والالياف ليها دور مهم في الوقايه من الامراض المزمنه، اهمها امراض القلب. علشان كده يصنف القرنبيط على انواع الخضار التي تساعد على الوقايه من اهم مرضين
يسببوا الموت في العالم اللي هو امراض القلب وامراض الكانسر. عندي كمان القرنبيط بيحتوي على كميه كبيره جدا جدا من الميه. 100 جرام من القرنبيط بيحتوي على 92 جرام من الميه، وده طبعا بيحافظ على انه الجسم يفضل رطب مده طويله جدا. اخر حاجه معايا القرنبيط مصدر مهم جدا للفيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين كي، وكمان مهم جدا جدا للمعادن زي الكالسيوم وزي الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والزنك. متخيلين الفايدة العظيمة من القرنبيط؟ فيتامينات، معادن، مية، ألياف، مضادات أكسدة، وقاية من الكانسر، وقاية من أمراض القلب. متخيلين القيمة الغذائية الرهيبة في نوع خضار واحد بس؟ أتمنى معلوماتنا النهاردة في معلومة ظريفة تكون عجبت حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.